اطرد الشك في ان اقدارك مش مناسبة ليك. لازم تبقى عارف ان اللي خلقك واللي خلق اقدارك واحد سبحانه وتعالى، وقال لك على سنة بيعاملك بيها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقالها في آية تانية: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. معنى الكلام ده إن مفيش نعمة ربنا كاتبها لك وربنا إن شاء الله يوسع عليك إلا وهيديك القدرات لتحصيلها. اشتغل انت بس. ومفيش بلاء ولا أزمة إلا وربنا هيقوي كتافك عشان تعرف تتحمله، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا صحبة الجنة؟ وحشتوني يا حبايب قلبي يا أحلى اخوات في الدنيا. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح حسن الظن في الله واليقين في الله. اليقين في الله بإيه يا هنا؟ بإن النهاردة هيكون يوم جميل، النهاردة وبكرة وبعد وكل أيام وأيامكم جميلة ببركة رضا ربنا علينا. وزي ما متعودين في كل أول فيديو بنزرع نخلة في الجنة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ونبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لون أخضر وفنجان قهوة وحاجة كده تصحصح كده. وحشني فنجان القهوة معاكم وعارفة إنه كمان وحشكم وإنتوا كمان زي ما إنتوا وحشتوني. فقلت يلا بقى صباح الفوقان والروقان، ونبدأ نرمي كل الهموم اللي عندنا ورا ونستعين بالله عز وجل كده، ونبدأ يومنا كله بالأذكار. وبرضه شعرنا في القناة لو لسه اخواتي الجداد معايا: طول ما أذكارك ملازماكي طول ما بركة ربنا معاكي. ابدأ يومك بلسان ذاكر وقلب كده عنده يقين في الله، قلب مستحضر ان كل وقت وكل دقيقة بتعدي من عمرك طول ما انت بتقولي فيها ذكر، وطول ما انت بتعملي فيها أجر، طول ما انت بتنوي وتجددي نية في أي حاجة بتعمليها اللي هي حصلت الحسنات يا بنات، هتلاقوا نفسكم سبحان الله اليوم في بركة ورزقك في بركة وصحتك فيها بركة. والحمد لله الحمد لله على السراء والضراء، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يلا بقى هنعمل مع بعض أحلى فنجان قهوة عشان ما بحبش أعمله لوحدي أبدا. واللي برضه أول مرة تشوفني عشان ما شاء الله اللهم بارك، من الفيديو اللي فات في إخوات كتير دخلوا عندي، وجودكم على راسي من فوق ونورتوني وشرفتوني. ونبدأ يومنا بسمايل وابتسامة كده حلوة مع البن الجميل اللي انتم متعودين عليه معايا. فطبعا مش بفتحه إلا معاكم علشان تشوفوا كده وتشموا الريحة، حاجة كده قمر القمر يا قمرات قلبي. هنعبي حبة كده وزي ما برضو متعودين ما تحطيش الكيس مرة واحدة، حطي حبة شوية. وبعد كده أحلى حاجة ممكن تحفظي بيها البن إنك تحطيه في التلاجة. الراجل بتاع البن اللي بجيب منه قال لي أفضل طريقة تحفظي البن إنك تحطيه في التلاجة. وطبعا الكنكة الصغنططة اللي من غير إيد دي أحلى كنكة عندي، علشان ألمونيا كده من بتاعة زمان، وبتطلع القهوة آخر روقان، بتخليها مستوية كده على نار هادية وقمر القمر. وطبعا عشان نعمل قهوة جميلة وحلوة جدا اعمليها بمية ساقعة، اسمعي كلامي بس، هتطلع مستوية كده واخدة النكهة ومطلعة كل البهاريز اللي جواها، وتشربي قهوة تعدل المزاج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وديني رجعت تاني أهو يا بنات، ومعايا أحلى فنجان قهوة وأحلى وش هتشوفوه على الصبح. وشكم يا أمارات قلبي، وشوش كده توحي بالبهجة والتفاؤل، تعليقات تجبر الخاطر، دعائكم لأخويا بالشفاء، لكم بالمثل يا أرحم الراحمين. ربنا يرفع عنكم أي ابتلاء وأي مرض ويشفي كل مريض وكل مبتلى يا رب العالمين. شوفوا الفوط دي يا بنات، الفايبر دي تحفة تحفة تحفة، لو قابلتكم في أي مكان هاتوها. الفوط دي في واحدة ست بتعدي علينا ب 11 جنيه الفوطة، كل ما بلاقي معاها باخد منها بصراحة. يلا بقى بينا نبدأ يومنا بهمة ونشاط. شربنا فنجان القهوة وظبطنا دنيتنا. جبت ايه؟ جبت ليفة في ايديا وحتة سلك ألمونيا عادية جدا. ليه هنا؟ عشان حتة سلك الألمونيا دي بتخلي الألمونيا فعلا تبرق كده وتبقى ايه، منورة ومزهزهة. هتشوفوا دلوقتي أي حاجة ألمونيا أي حاجة ستيل، السلكة دي بتخليها بتبرق بربرق كده وقمر القمر. برضو الكوبايات الستانلس ستيل، الصواني الفرن، كل الحاجات دي بتخلي السلكة بتخليها قمر. ما كانش عندي صابون مواعين، ما كانش عندي اي حاجة اعمل بيها. فتخيلوا وقفت كده قلت يا رب انا دلوقتي مش عارفة اتصرف، الولاد اللي في الدرس واللي نايم واللي كده، طب هعمل ايه؟ سبحان الله افتكرت ان انا عندي العجينة بتاعت اللهلوبة. قلت طيب اما اجيبها بقى واستعين بالله وبركه ربنا معايا. اخدت حته من اللهلوبه، هتشوفوا دلوقتي زيها كده، دي هتخلص وهعمل زيها. هتشوفوا انا خدت حته قد ايه وحطيت عليها ميه، واللهم بارك غسلت لي المواعين وخلتها فله الفله. احسني الظن كده وخليكي كل حاجه كده فيها بركه. طبعا بنغسل المواعين يعني واقفين عمالين نغسل في مواعين، وفي نفس الوقت نغسل قلوبنا ونغسل ذنوبنا كده ان شاء الله، نستغفر ربنا كتير كتير ونحمد ربنا اكتر واكتر على النعم. اوعي يكون مهما عندك بلاء انت عندك نعم كتير. لو عندك ابتلاء واحد فانت عايشه في بحر من النعم. دايما لما تحسي ان انت عندك ابتلاء قولي يا رب طب انا دلوقتي في ابتلاء،
انا عارفه ان انت اللي اخترته لي يا رب، ما دام انت اخترته لي يبقى هو خير، لانه سبحان الله ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المقدمه اللي حطيتها في اول الفيديو فعلا لمست قلبي. انا اي مقدمه بحطها لكم بكون فعلا حاساها وحاسه كل كلمه فيها. ربنا يجعلنا كده ان شاء الله من الصابرين والمحتسبين والراضين على قضاء الله وقدره، اللهم امين. وعندنا كمان درجه اعلى من حسن الظن في الله، وهي اليقين في الله. دايما لما تدعي ربنا ادعوا وانتم موقنون بالاجابه، هتلاقي ربنا سبحان الله اداك الحاجه اللي انت عايزاها. ربنا هيشوفك انت بتظني فيه ايه، واللي بتظنيه في ربنا هيديهولك. ظنتي فيه خير هيديهولك، ظنتي فيه خير اكتر واكتر هيديك اكتر واكتر ان شاء الله. فيا رب اللهم ارزقنا حسن الظن فيك يا رب، واليقين في الله يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. يلا بقى، احنا دايما عندنا دعوه كده في كل فيديو، بما ان احنا بنغسل المواعين، دعوه لينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له هو وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. طبعا انا كنت بقول الدعوه دي دايما، والمره دي هقول اللهم اشف اخويا هو مرضى المسلمين. ربنا يرفع عنك يا حبيبي ابتلاءه ويخففه عليك يا رب، ويجعله في ميزان حسناتك، واحسبه على الله صابر ومحتسب على الالم والتعب. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناته، اللهم امين. ربنا يشفيه هو وكل مبتلى هو وجميع مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه، ربنا يرزقك الذريه عاجلا غير اجل، وربنا يكبر خاطرك ويرضيك ويرضيكي انت ورضينا، اللهم امين يا رب العالمين. وكل مشتاق، اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون يا رب العباد. دعوه بظهر الغيب يا بنات، اوعى تحرموا غيركم دعوه بظهر الغيب. ادعوا ليكم الجميع المسلمين، ادعوا بلاش تخلوا الدعوه واحده، ادعوا ليكم الجميع الناس اللي حواليكم، هتاخدوا اجرهم وهتاخدوا ما شاء الله تبارك الله الاجر بتاع كل الناس اللي انتوا بتدعوا لهم. شوفوا اخدت يا دوب حته من اللهلوب على طرف ايديا كده، ورغيتها مع شويه ميه، والدنيا بقت تمام وبركه وفضل ونعمه من عند ربنا. اللهم ارزقنا البركه. ابدأي بس يومك كده بالصلاه على النبي، وابدأي يومك كده بالصلاه الابراهيميه اللي دايما هوصيكوا بيها. ابدأي يومك بانك دايما سبحان الله تصلي على النبي كتير، هتلاقي ربنا يفتح لك الابواب المغلقه. يعني بصي خلي لسانك ذاكر، طول ما لسانك ذاكر كده صدقيني هتلاقي كل حاجه بتتيسر. ابتلاءات ربنا ان شاء الله هيخففها عليكي وهتعدي، وانت يعني طالعه منها يا اما مغفور ذنوب يا اما مرفوع درجه. احنا لا نخلو من الذنوب، احنا مش ملائكه. فيا اما ربنا يغفر لنا ذنوب، يا اما ان شاء الله باذن الله يرفعنا درجات عنده اعلى واعلى. اللهم امين يا رب العالمين. مشوار اخويا وتعب اخويا علمني حاجات كتير جدا، استفدت منها كتير. ربنا كانه بعت لي رسائل كتير جدا لما رحت مع اخويا، وكنت بشوف الناس التعبانه، وبشوف لما اقول دعاء ربنا سبحان الله عز وجل بيسخر لي فعلا الناس. بشوف لما بيكون عندي يقين وانا واقفه كده بقضي اي مصلحه بكون مع ربنا، ربنا بيكون معايا برضو وبيسر لي كل حالي. طول ما لسانك ذاكر هتلاقي ربنا معاكي، طول ما انت بتفتكر ربنا في كل مواقف صعبه، طول ما ربنا هيبقى معاكي في اي موقف هيبقى جنبك ومعاكي. يبقى في كل حاجة نستعين بالله كده، في كل حاجة بنعملها يا بنات. ابدأي يومك بنشاط وحيوية، ابدأي يومك بفنجان قهوة كده انت بتحبيه، ابدأي يومك بانك تشطبي مطبخك كده عشان مكانك لما يكون نضيف حواليكي يكون الدنيا جميلة كده وحلوة ما شاء الله تبارك الله. اللهم امين يا رب. وبكده ما شاء الله غسلنا كل المواعين، مواعيننا بقت نظيفة وزي الفل. نغسل الحوض بتاعنا ونلمع الدنيا كده، حتة لهلوبة خلت الدنيا كلها لهلوبة، اللهم لك الحمد. النظافة بسيطة جدا، النظافة مش محتاجة إمكانيات ولا محتاجة أي حاجة، أي حاجة عندك مشي نفسك بيها وما شاء الله تبارك الله هتلاقي الدنيا حواليك نظيفة وزي الفل. النظافة دي حاجة جميلة بتخليكي سبحان الله نفسيا كده مرتاحة ومتفائلة كده وحاسة إن الدنيا حواليكي حلوة. وبرضه أذكارك محوطاكي، طول ما أذكارك ملازماكي طول ما بركة ربنا معاكي. في كل حيطه بتقفي قدامها كتير يلا هاتي الاذكار وحطيها قدامك. خلصت المطبخ كده الحمد لله ولمعته كده، لان هو بصراحه كان نظيف ما شاء الله تبارك الله، ما كانش محتاج مني اي مجهود. انتوا عارفين دايما ايديا في المطبخ، يا دوب لمعت الرخام بس على السريع وخلاص. فالنهارده بصراحه البلكونات انا عشان بروح مع اخويا مشاوير كتير فبكون ملخومه برضو انتوا عارفين يعني اكيد. فقلت البلكونات لا شكلها مش حلو ابدا، انا هعدي كده عليها على السريع كده زي ما انتوا شايفين بسرعه كده، اشيل كل التراب اللي عليها على قد ما اقدر، لان كنت بصراحه هخلص كده ونازله اروح مع اخويا اعاده الكشف بتاعه. ربنا ييسر. هتقولوا الغسيل لسه موجود يا هنا انت عملتي ايه؟ ما كنتش لاحقه المه يا بنات، كانت يارا نشراه وكان لسه ما نشفش، فقلت طب خلاص انا هعمل على جوه التراب على جوه، مش هخليه يطلع على الغسيل اللي بره يعني، بحيث ان انا انضف السور وانضف الحاجه كده
اللهم صل على سيدنا محمد. ونخلي الدنيا برضو نضيفه والبلكونه نضيفه، عشان الولاد اغلبيه الوقت بيطلعوا برضو يقفوا في البلكونه يلعبوا، ما تبقاش ياخدوا التراب في هدومهم وفي رجليهم كده ويدخلوا بيه الشقه جوه يبهدلوها. فقلت على قد ما اقدر حتى اشوف الصباره، عشان مش بسقيها كتير ورقها نشف وكده. يعني الحمد لله على كل حال واي حال. خلينا كده على طول دايما يا بنات مع ربنا، وان شاء الله كل حاجه هتبقى جميله جميله جميله. هتلاقي عندك سبحان الله سلام نفسي، وبرده سلام بينزل على قلبك في اي ابتلاء واي حاجه ممكن تقابلك. الحمد لله على كل حال واي حال. خليكي دايما عندك احساس بالرضا. احساس الرضا ده احساس جميل جدا. نرضى باقدار الله عز وجل. مش هقولك ما تزعليش، ومش هقولك ما تحزنيش. على فكرة لا الحزن ولا الدموع بتنفي الرضا. الرضا ده أمر الحمد لله، بس الحزن ده إحنا بشر عادي نزعل ونبكي كمان وتنزل دموعنا، لكن ده عمره ما بينافي الرضا. الرضا موجود الحمد لله. يلا خلصت الشبابيك والتراب والسور بتاع البلكونة، يلا دخلت كنس بقى على البلكونة تمام التمام، وهخليها نظيفة وزي الفل اللهم لك الحمد. شوفوا انتوا أصلا السيراميك يا دوب شوية تراب على الوش، لكن هديها جردة المية كده على السريع هتشوفوه في الآخر، اللي هو بس إيه، نمشي الدنيا كده ونلمح، وبكده ابقى خلصت كل البلكونات الحمد لله. وان شاء الله بقيه البيت باذن الله هحاول بعد كده ناخده مع بعض كده حاجه حاجه ان شاء الله باذن الله. هحاول الايام الجايه. هو اخويا يعني الحمد لله نوعا ما لما خد جلسه الكيماوي مش هيكون عنده زيارات للدكاتره فتره، لحد ما يخلص بس الجرعه بتاعه الكيماوي في البيت. لو بس في حاجه انا ممكن انا اللي اروح، هو مش هيروح معانا عشان هو تعبان. اخد ملفه واخد الاوراق بتاعته واروح للدكتور او الدكتور اللي بتابع معاه، وبحيث ان هم لو هيزودوا حاجه هيكتبوا له حاجه، انا بروح بالاوراق دي كلها وهم بيقولوا لي على اللي هم عايزينه، بس مش باخده معايا عشان هو مش بيقدر ينزل من البيت. فالمشاوير مش هتبقى كتيره الايام الجايه زي الفتره اللي فاتت الحمد لله. ربنا ييسر لنا الحال وخلصنا له كل اوراقه الفتره اللي فاتت، فهيكون عندي وقت ان انا ممكن بقى ابتدي اشوف البيت واشوف الدنيا اللي انا كنت بقالي فتره مهمله فيها. وان شاء الله مع بعض كده هنعمل روتينات جميله وحلوه قوي. ومن وقت للتاني الايام دي هنزل لكم فيديو من فيديوهات رمضان اللي قبل كده، عشان اللي موجودين حبايب الجداد يتشجعوا بيها، علشان نستشعر كده ان احنا خلاص هندخل على شهر ربيع الاول، خلاص هنبدا شهور الخير بقى والبركه والحاجات الحلوه، ونستشعر فرحه وايام جميله جايه، ايام البركه وايام الخير. عايزين نسرق من الايام كده فرحة، نسرق من الأيام حاجة جميلة كده تدينا إحساس البهجة والسعادة. والأيام بتاعت سبحان الله الشهور الخير دي بتدينا بهجة وسعادة ورضا، اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا انا كنت خلاص بقى جيت بعد شويه لقيت الجو كان حر قوي في اليوم ده. قبل ما انزل كده لقيت لا الحمد لله الغسيل نشف، لا شلت اللي كان محطوط وقلت اما احط بقى حبه كمان يلا على الماشي كده. تمام. ربنا ييسر الحال يا رب اللهم امين يا رب العالمين. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. خلاص داخلين كده على شهر المولد النبوي ان شاء الله قرب. ربنا يجعل ايامنا كلها خير وبركه، ونصلي دايما على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وزي ما متعودين الصلاه الابراهيميه هي افضل صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرينا تاني يا هنا عشان ممكن نكون اول مره ندخل الفيديو، عشان ممكن نكون اول مره نشوفك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللي هو نص التشهد الاخير يا بنات، ما شاء الله الصلاه ديت ما شاء الله بتفتح الابواب المغلقه. وزي ما بذكركم وبذكر نفسي، اللهم سخر لي جنود الارض وملائكه السماء في قضاء حاجتي. ما شاء الله مفعول السحر الدعاء ده يا بنات. كمان الدعاء التحصيني تقوليه الصبح اول ما تصحي من النوم. ايه هو الدعاء التحصيني يا هانم؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت، عليك توكلت انت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير، قد احاط الله بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. طبعا انا من كتر التكرار انا حفظته خلاص يا بنات. بمجرد ما بطلع من بيتي الصبح اول ما بفتح المفتاح بقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وابتدي اقول الدعاء ده لحد ما اطلع لاول الطريق واركب التوك توك اللي هيوديني الشغل. خلاص بقيت عاده طول ما انا راكبه في التوك توك بسبح بصلي على النبي كتير، بقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني. صدقوني برضو بتبعت الرزق وتخلي في بركه في رزقك، جميله جميله جميله. ربنا يجعل ايامكم كلها بركه وايامكم كلها سعاده وايامكم كلها رضا وهنا. بحبكم بحبكم بحبكم. استودعكم الله.